اقولك على حاجة وهتشكريني عليها لبشرتك، وكمان بشرتك هتشكرك عليها. تعالي بينا صلي على رسول الله. هاتي عصير بطاطس، يعني بطاطساية ابشريها وخدي منها معلقتين، هتطلعي منها احلى عصير. هيدوب كل تصبغات وهيشد معاكي البشرة وهيديكي نضارة ما حصلتش. هتضيفي عليه معلقتين من الرز المطحون ومعلقة من مية الورد، وكمان معلقة من زيت الزيتون، واخر حاجة بقى طولت عليكي، كبسولة واحدة من فيتامين اي. والقشر بقى اللي هيطلع في الشفاية ده ما ترميهوش، هنعمل بيه سكراب للبشرة، هيشيل معاكي كل الجلد الميت وهيفتح، واعمليه مرة واحدة في الاسبوع، وطبعا قبل الماسك بدقيقتين 3. هتجيبي بقى، خلاص احنا كده خلصنا الماسك، خليكم متابعين معايا. هتجيبي بقى قشر البطاطس وهتضيفي عليه معلقة من الرز او معلقة من السكر، وكمان هنضيف عليه معلقة من زيت الزيتون ونقطتين من مية الورد. وبكده بقى عندك سكراب قوي جدا بالبطاطس. هتستخدمي الماسك ده كله على كامل البشرة، وياريت بالليل قبل ما تنامي اعملي حاجة بتحبيها واطفي النور علشان يتفاعل معاكي اكتر، وفي نفس الوقت بشرتك تستفيد منه كويس جدا. لو عجبتك وصفتي ما تبخليش عليا باللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو. دمتم جميلات، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.